كل واحد في دارو كيعتبر راسو انه في مكان امن اللي كيكون فيه محمي، اللي كيلقى فيه راحته والسعاده ديالو. ولكن في هذه القضيه ديال اليوم غادي نبينوا ان البيوت ماشي دائما هي محور الامن والامان. في 6 سبتمبر 2018 بالضبط مع 10 ديال الليل غادي توصل مركز الطوارئ 911 اللي كاين في دالاس باتصال من ضابطة شرطة أمبر غايغر اللي وصلت لدارها للمجمع السكني اللي كتسكن فيه 5 دقائق فقط قبل ما تتصل بال 911. أمبر غادي تاخد المصعد وغادي تطلع لدارها اللي كاينه في الطابق الثالث، ولكن هي ما طلعتش للطابق الثالث، غادي تغلط وغتطلع للطابق الرابع. هاد الغلط غادي يؤدي لوفاة شخص اللي كان جالس في دارو ما عليه بابي. باش تعرفوا ملابسات هاد القضية خليكم معايا. السلام عليكم ومرحبا بكم في قضية جديدة. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم وعلينا بالصحة والعافية والهنا والراحة وراحة البال. الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. ما تنسونيش وما ننساكمش من الدعاء، ودعيوا لإخواننا في فلسطين الله يفرج عليهم والله يخفف هذا الكرب اللي هم فيه، وإن شاء الله النصر قريب. ودعيوا مع جميع المسلمين والله يتقبل منا ومنكم. وعلى بركة الله نبداو القصة. بطلة القصة ديالنا كيف ما عرفتوا هي أمبر غايغر اللي تولدت عام 1988. عاشت حياة عادية مع الأهل والأصدقاء، كانت مجتهدة في الدراسة ديالها، كانت تقرأ مزيان، كان حلمها أنها تولى شرطية، وبالفعل غادي تحقق هذا الحلم عام 2014 ملي غادي تنتقل لسلك الشرطة وغادي تشتغل كضابطة. كانت معروفة بالاجتهاد وحسن الخلق. استمر العمل ديالها في الشرطة حتى 2018 بالضبط في 6 سبتمبر ملي غادي ترجع أمبر من الخدمة ديالها من بعد ما اشتغلت 13 ساعة. رجع المجمع السكني اللي كتسكن فيه، غادي تاخد لاسانسور وغادي تطلع للشقة. ملي وصلت للباب غادي تلاحظ ان باب الشقة مفتوح واحد شوية، الاضواء مطفيين، وبدات كتسمع واحد الصوت ديال واحد الشخص اللي كاين في الدار. أمبر غادي تحل الباب، مع الحلة مع غادي تبدا تغوت وغادي تجبد المسدس ديالها وغادي تيري في داك الشخص وغادي يطيح في الارض. أمبر غادي تشعل الضوء. ملي غادي تشعل الضوء غادي يبان لها بان داك الفراش اللي كاين في الدار ماشي ديالها، الفوطويات ماشي اللون ديال الفوطويات ديالها، وهي عاد باش غادي تستوعب انها راه ما كايناش في الطابق اللي فيه دارها، وانما في الطابق اللي فوق منها مباشرة، او الدار اللي فوق منها مباشرة. أمبر غادي تعرف انها ارتكبت اكبر غلط في حياتها، وانها تلقات النار على واحد الشخص اللي جالس في دارو. هاد الشخص سميتو بوتوم جون اللي تولد في سانت لوسيا. كان عنده اخت اللي كبر منه ب10 سنين واخ صغر منه ب10 سنين. كان عزيز عليه كرة السلة وكانت عزيزة عليه الموسيقى. كان شخص اللي طيب جدا، خلوق، يعاون الناس، كان متدين دائما، كان يمشي للكنيسة مع الأم ديالو. خدم من بعد تخرج قبل ما يحقق الحلم ديالو ويأسس شركة خاصة به، حتى جاء القدر وتقتل داخل داره، وهو ما دار لا بيديه لا برجليه. تقتل برصاصة في الصدر على يد الشرطية أمبر غايغر. من بعد ما تلقات أمبر النار على بوتوم جون غادي تتصل بالطوارئ بسرعة. جات الشرطة وسيارة الإسعاف في أقل من دقيقتين، لأن أصلا الشرطة كانوا قرابين، يعني ما كيفرقهم غير واحد جوج ديال المباني على الدار اللي ساكنه فيها أمبر وبوتوم. ملي وصلوا الشرطه والاسعاف بداو كيعطيو الاسعافات الاوليه لجون، ولكن للاسف فارق الحياه. تم اخذ أمبر لمركز الشرطه وبدا التحقيق معها على اساس انها متهمه في قضيه قتل شخص عن طريق الخطا، يعني القتل غير العمد، لان الشرطه شافوا ان الشقه ديال أمبر والشقه ديال جون كيتطابقوا، وشافوا كذلك انه ما يمكنش تكون قاصده تقتلو. من بعد غادي تتصل بالطوارئ باش يعتقوه،
ولكن هذا التحقيق اللي خرج للعلن بحكم أن القضية أصبحت قضية رأي عام. الناس غادي ينتقدوا هذه الاتهامات وخرجوا في احتجاجات كبيرة، خصوصا من بعد ما سمعوا اتصال 911. في اتصال 911 أمبر غادي تبقى تركز فقط وتبكي على أنها غادي تفقد الخدمة ديالها، وشادة التليفون وكتصيفط رسائل للصديق ديالها، وما قدراتش تقدم الإسعافات الأولية للشخص اللي مصاب، لأنه في ذاك الوقت فاش ضرباتو كان مازال كيتنفس، ولكن هي ما قدمتش ليه الإسعافات الأولية. الناس هنا غادي يتهموا الشرطة بالعنصرية بحكم أن بوثم كان أسمر البشرة وأمبر كانت بيضاء، لذلك تم إعادة النظر في الاتهامات وتم اتهام أمبر بالقتل العمد، وتم فصلها نهائيا قبل الحكم من عملها كشرطية. وبدأ التحقيق مرة أخرى من بعد ما استمعوا الشرطة للشهود اللي قال واحد فيهم اللي كان كيسكن في نفس الطابق اللي ساكن فيه جون أنه سمع طلقات نارية، وأنه ما سمعش أمبر وهي كتقول لي رفع يديك أو شكون نتايا، يعني ما دارش واحد الحوار، فقط سمع الغوات وطلقة نارية. يعني هي ما قالت لي لا رفع يديك لا اشنو كدير هنايا، بالدخله بدات كتغوت، هو تا هو تيقول لها انت اشنو كديري في الشقه ديالي، وهي تجبد وضرباته بالرصاص. كذلك الشرطه لقاو بان امبر الوقت اللي كانت طالعه فيه في لاسانسور للشقه كانت شاده التليفون ديالها وكتصيفط ميساجات مع الصديق ديالها، يعني ما كانتش مركزه، يعني هذا الغلط ديالها هي وخاصها تتحمل المسؤوليه ديالو. وكذلك قالت الشرطه انها ما دارتش بالبروتوكول ديال الشرطه اللي كيقول انك ملي كتحس ان شي حد كاين في الدار ما خاصكش تدخل وخاصك تطلب المساعده، وكان خاصها كيف ما قلت لكم تطلب المساعده من قسم الشرطه اللي كان قريب ليها. وفي أكتوبر 2019 غادي يتم اتهام أمبر بتهمة القتل العمد وتحكم عليها ب10 سنين مع إمكانية الخروج من بعد 5 سنوات. ومن المحتمل أن أمبر غادي تخرج في أكتوبر 2024، يعني في هذه السنة، وهي في السجن كانت دارت تقريبا 3 ديال الطلبات لإعادة النظر في الحكم وتبرئتها، ولكن كلها ترفضات. القضية ديالنا غادي تسالي هنايا. اشنو رأيكم؟ واش فعلا كتظنوا ان أمبر قتلات جون عن طريق الخطأ أو كان قتل عمد؟ كنتسنى آراءكم وتعليقاتكم في التعليقات أسفله. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، ومرة أخرى رمضان مبارك سعيد.